ترجع الكرة كتالونية. انيستا يدخل، انيستا يقرب، انيستا يحل من جهة كاسولا، لازم ينتبه. عرضية خطيرة، يخرج الدفاع، يخرج الحارس، يشمل الهدف الأول في الحلقات يسجل كاسولا. الكرة تتوزع، كانت سهلة بالحاج والصقر والكيكاك ورهبة تكلف السد. الهدف الأول مش معقول هذا الهدف. خطأ قاتل. بيدرو يوزع كرة، شوف الحاج اليوم مش ممكن تعمل كنترول. 4 محترفين من على الطراز و8 دوليين في كتيبة السد. حذر من هذه الأخطاء، حذر التسديدة والهدف الثاني. الهدف العظيم، البرصة لا يهدى له أهداف، لا تهدى له كرات، لا تهدى له أجوال. شوف الهدف الثاني، التسديدة والثاني لادريانو. هنا الثنائية لادريانو، صدق أو لا تصدق. أدريانو هداف المونديال، هداف كأس العالم 2011. يلعب 3-4-3 البارسا. ترجع الكرة مرة أخرى ورا للبلو جرانا، يمشي ميسي الخطير، ميسي وصل كرة. الهدف الثالث 3-0. أظن صوت الكابتن شداني اللي قال ليس عار انك تخسر 4 و5 من برشلونة، لكن يلزم تلعب. وللحد أن الاسيويين صاروا قراب في الكرة الشاطئية والكرة للرباعية خطيرة. الهدف الرابع من ماكسويل. خطورة من شاء ميسي، انيستا، بيدرو والفيا سانشيز، ولكن الأربع أهداف جات من مدافعين، 2 من باك رايت أدريانو، واحدة من باك ليفت لاعب الشمال ماكسويل، ولاعب الوسط